بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. مش عايز أطول على حضراتكم النهاردة، بس هيطول. يعني في حاجات معانا يعني ياما جدا. 3 نقط، بس ال3 نقط فيهم كلام كتير. أول نقطة: اللجنة الجديدة لنادي الزمالك. تاني نقطة: بيان وزارة الشباب والرياضة، أو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. تالت حاجة: الأزمة المالية الكارثية في نادي الزمالك وطرق الحل الطبيعية ليها. قبل ما اتكلم بس ونخش في المواضيع بتاعتنا، عندي حاجتين بس عايز اقولهم. اول حاجة بس عايز ابارك لكوماندوز كرة اليد للفوز على الشعلة اليمني بنتيجة 51-14، على ما اعتقد حاجة زي كده. رجالة طبعا، هم عودونا على كده. الف مبروك ليهم وبالتوفيق في القادم ان شاء الله. تاني نقطة: لما بطلع مع حضراتكم سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب، وعلى الفيسبوك بطلع أكتر. أنا مش بفرض رأيي على أي حد. إحنا بنفكر مع بعضينا بطرق سهلة جدا، يعني طرق قريبة من مهنتي. اللي هي إيه؟ اللي هي لو في مشكلة أو إشكالية، بنجيب المشكلة بندور على حلول ليها بطرق منطقية. بنعرف نستنتج حاجات من تراكم خبرات سابقة سواء لينا أو لناس تانية، لأن التاريخ بيعيد نفسه على طول. وتلك الأيام نداولها بين الناس. آه، فانا مش بفرض رايي على حد، ومش بطلع ادعي ان انا عندي مصادر جوه النادي كذا او جوه وزاره كذا او جوه مش عارف. لا، احنا بنلاقي مثلا، يعني مثلا عندنا ازمه ماليه في نادي الزمالك، فبنشوف احنا في حياتنا العاديه لما بنعدي بازمه ماليه بنعديها ازاي. طبعا الزمالك اكبر وبتبقى مؤسسه اكبر والكلام ده بيبقى اكبر، بس بنحاول على قد مثلا المثال اللي احنا بنضربه، بنجيب حاجات يعني حصلت قبل كده، لخبرات خبرات متراكمه عند ناس قبلنا عارفينها احنا، سواء تاريخيا او في حياتنا العاديه. بس فاللي انا كنت عايز اوصله لحضراتكم ان انا مش بدعي ان انا يعني عالم ولا علامه. لا، كل واحد في مجاله بيعرف يتكلم على في حدود مجاله. انا مجالي اللي انا استخرج مثلا حقائق من حاجه معينه. ما بقاش عارف الحقائق، بتجمع بيانات، وبعد ما تجمع البيانات لازم تكون صحيحة عشان تعرف تبني عليها نظريات، وتاخد النظريات دي تطبقها في أرض الواقع عشان تستخرج منها استنتاجات تساعدك في حل المشكلة أو الأزمة اللي أنت فيها. ده في حدود مهنتي اللي احنا بنتكلم فيه. فما بطلع أدردش مع حضراتكم، أنا مش بفرض على حضراتكم رأيي. لا، احنا بنتكلم مع بعضينا، بنفكر مع بعض. في يعني في يوتيوبر تانيين اعلاميين بيتكلموا، عندهم مصادر بتديهم الاخبار، بتديهم البيانات، بتديهم كل حاجه، فبيطلعوا يقولوها للجمهور. انا مختلف. انا يعني شخص عادي، بتفرج على تويتر، على يوتيوب، على مش عارف ايه. بجمع الكلام، بنشوف الكلام ايه المنطقي منه وايه السليم منه. بعد كده بنحطه قاعدة بيانات لينا بنبني عليها بعد كده النظريات بتاعتنا، او بنفكر مع بعضينا عشان نطلع باستنتاجات منطقية. اسف انا طولت في الحتة دي، بس عشان ايه؟ عشان الناس تفهم بس احنا بنتكلم في ايه، ومحدش يفهم غلط ان احنا بنفرض رأينا على حد، لا سمح الله يعني. طيب نخش في الموضوع بقى على طول. في اول نقطة عندنا اللجنة الجديدة لنادي الزمالك. تم تعيين الحمد لله لجنه، مش عارف هتستلم امتى، بعد اسبوع او في الايام القليله القادمه. اللجنه، المدير التنفيذي اللواء حسن موسى عبد الكافي. المدير المالي الاستاذ احمد فؤاد الوطن. ومدير النشاط الرياضي ايمن عبد المنعم.
الكابتن ايمن عبد المنعم. طبعا في اسماء يعني مش عارفينها كتير، ده شيء طبيعي يعني، لان هم يعني مش ظاهرين في الصوره قوي، بس كل يعني ناس محترمه ان هم يجوا في وقت زي ده. عليهم ضغوطات ياما، والله يكون في عونهم، بالاخص الله يكون في عون المدير المالي، لان في ازمات ماليه طبعا هنتكلم فيها في النقطه الثالثه. عليه هيبقى في ضغوطات ياما جدا. مش منطقي ومش عادل او فير ان انت، لا ايه ده، مين اللي جايين دول؟ احنا في ازمه دلوقتي، لازم اي حد يبقى متواجد. الناس دي عليهم مسؤوليات كبيره، لازم ندعمهم. هيخشوا، احنا عارفين النادي يعني بالبلدي من غير اي يعني حاجه خرابه. فان حد يدخل يقرر ان هو يشيل المسؤوليه دي، لا، نقف وراه وندعمه، وربنا معاه، وان شاء الله نعدي من كل الازمات دي على خير وسلام. طبعا اللي هو حسن موسى عبد الكافي كان ليه تصريح مع كوره بلس، بيقول ايه؟ بيقول المسؤوليه تقيله ولا بد من تكاتف الجميع في الفتره المقبله من اجل مصلحه الزمالك، والجميع سيبذل قصارى جهده من اجل خدمه النادي والنهوض به. كلام محترم جدا وكلام منطقي جدا، اللي هو ان يقول لك المسؤوليه تقيله. ده كلام منطقي جدا، احنا متفهمينه كجمهور نادي الزمالك. مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. الواحد لما يبقى عنده ازمه في البيت، في مش عارف ايه، بيتعب عبال ما بيحلها. ضغط نفسي، ضغط عصبي، ستريس، على طول بتفكر طب انا هتكلم مع ده ازاي، طب انا هروح هنا، هجيب هنا، هتنقل مش عارف فين، هاجي مش عارف منين. يعني مسؤوليه. الله يعينهم والله يعيننا والله يعين كل واحد عنده مسؤوليه زي كده يعني. ان الجميع يتكاتف دي حاجه لازم كله يتكاتف. آه، مع احترامي للناس اللي عايزه تتقدم لرئاسه نادي الزمالك، برضو ناس محترمه، ان هم شايفين الوضع ده وبرضو عايزين يتقدموا لرئاسه النادي. ناس محترمه برضو، وان شاء الله هندعم اي حد، لان في الاول والاخير اللي يهمنا مصلحه نادي الزمالك بس. آه، يعني يا ريت دلوقتي بس التصريحات تخف شويه، كل واحد مثلا يعني، في زملكاويه كتير عايزين ان مثلا الكابتن حسن لبيب، الكابتن احمد سليمان، الكباتن مش عارف مين اللي عايز يترشح، يعني يبقوا مع بعض، وبعد كده كله يعني حتى ما الدنيا تتلم بس، وبعد كده كل واحد يشوف حاله. هو ده يعني، لازم تتكاتفوا على الموضوع ده. خلاص صفحة الإدارة السابقة اتقفلت خلاص، مفيش داعي للكلام عنهم. الله معاهم بقى في اللي هم فيه دلوقتي، ملناش دعوة ايه بالمواضيع دي. اهم حاجة ان هم بعيد عن نادي الزمالك، ما فيش كلام يتقال عليهم. الله يعينهم على اللي هم فيه برضو. وسنبذل قصارى جهدنا، ده يعني ما ده شيء طبيعي. نرجو منهم ان هم يبذلوا 180% من الجهد عشان خاطر نادي الزمالك. وهخش برضو على النقطة الثانية، بيان وزارة الشباب والرياضة، هو بيان كبير جدا فيما معناه، يعني عشان ايه ما نطولش برضو، اللي فاتح باقة اللي يعني عشان ايه ما نطولش على الناس. فيما معناه ان الوزارة عندها وعي كامل باللي حاصل لنادي الزمالك واللي هو فيه، وبتعمل برضه جهد ان هي تلم الموضوع بدري بدري، وما تاخدوش كلام من اي حتة تانية غير من وزارة الداخلية. هم ده اللي قالوه، هو ده الكلام المهم، النقطتين المهمين في البيان كله من وجهة نظري. حضراتكم عندكم البيان، ممكن تروحوا تشوفوه برضه. طب كلام سليم يعني، وحضراتكم يعني الدكتور اشرف صبحي عين اللجنة دي، كلام سليم. ادعموا بقى اللجنة دي يعني. في ازمات ماليه، في ناس ما اخدتش مستحقاتها، يعني خليكوا ايه برضو دعم للجنه، لان وزاره الشباب والرياضه هي المسؤوله في الاول والاخر عن كل ده، عن الوضع بتاع الزمالك كله، وعن النشاط الرياضي بشكل عام يعني.
نخش على النقطة الثالثة برضو، يعني الأزمة المالية في نادي الزمالك حاجة صعبة جدا. إيقاف قيد، لشبونة، غرامة لشبونة، أو مديونية لشبونة، أتشن بونج، باتشيكو، بوطيب، خالد بوطيب ولا اسمه ايه، الواحد نسى اسمه، ده من 2014 من 2017. خالد بوطيب، قلنا اتشن بونج، المستحقات اللي على الاتحاد الكوره، اللاعبين اللي ما خدتش مستحقاتهم، الموظفين في النادي ما خدتش مستحقاتهم، فرقه اليد، فرقه الطايره، فرقه السله، فرقه الفولي، رجال، نساء، مديرين فنيين في كل الالعاب، كل دي ناس ما خدتش مستحقاتها، تجديد اللاعبين، مش عارف إيه. ازمه ماليه رهيبه جدا في النادي. يعني الاستاذ احمد فؤاد الوطن، الاستاذ احمد فؤاد الوطن المدير المالي، هو كان مدير يعني مدير مالي للبنك الاهلي، على ما يعني على ما اعتقد، قريت الخبر ده برضو في على تويتر. كان المدير البنك، كان المدير المالي للبنك الاهلي، يعني راجل عنده خبرات، راجل محترم، عليه مسؤوليه رهيبه. انا مش عارف هو هيعمل ايه الصراحه، ولكن رغم ان الازمه الماليه كارثيه، ولكن كل حاجه بتخلص بالتفاوض. الدنيا عامه بتمشي بالتفاوض. انت ليك كذا، طب احنا في يعني في ازمه كبيره جدا، خد كذا. اللعيبه خدوا كذا عشان انتوا شايفين الظروف والدنيا ماشيه ازاي. المدير الفني خد شهر، خد شهرين. الموظفين دول بقى ما لهمش ذنب الصراحه، لان دي ناس بتشتغل ومرتباتها يعني مش عاليه قوي، فدول ممكن يعني ياخدوا حقهم كامل ان شاء الله، لان دي ناس برضو يعني تمر بظروف صعبه، اللي عنده مدارس واللي عنده حاجات، يعني المعيشه صعبه جدا. قرارات الفيفا، كلم الفيفا هتتعامل معاهم، شوف إيه الوضع، شوف التفاوض بيجي ازاي، الناس اللي قبلك اتفاوضت ازاي، بتتفاوض ازاي، بتأجل ازاي، بتعمل ايه. طبعا دي ناس يعني عندها ايه خبرات اكتر مننا وعارفين الكلام ده كله، وجايين بهدف، ومتعينين من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشباب والرياضة برضه هتبقى في ظهرهم. نتمنى هذا في المرحله دي بالذات. وطبعا جمهور الزمالك ان شاء الله، انا بتكلم عن نفسي وعن فئه برضو، يعني الناس اللي بتتابعني سواء على الفيسبوك او اللي على اليوتيوب، واذا كان على اليوتيوب كانوا قليلين شويه، في ظهر النادي، في ظهر النادي، وبيدعموا وواعيين ان الازمه اللي احنا فيها دي مش محتاجه كلام، مش عايزه كلام بقى اللي هو مين اللي جاي ومين اللي هيمشي وده ما يترشحش وده يترشح. الكلام ده مش وقته. الترشيح هيبدأ، باب الترشيح هيفتح من آخر 8 أو من أول شهر 9 أو في نص 9، والناس هتبتدي بقى إيه تترشح، والانتخابات تتعمل في شهر 10، مش عارف في منتصف 10 ولا في آخره. والله المستعان، يعني أي حد يجي يكون بس عنده أجندة وعنده يعني أهداف هيعملها، ينهض بالنادي سواء على المدى القريب او المدى البعيد. ما يبقاش على المدى البعيد اللي هو بعد 7 سنين و10 سنين والكلام ده. الجماهير طبعا غصب عنها اوتوماتيك مش هترضى بالمدى البعيد، بس لازم على المدى القريب، بعد شهر، بعد 2، بعد سنة، على المدى البعيد. وبرضه ايه يعني، تطوير بقى، فكر بقى. الكلام اللي انا يعني اللي قلت بس ده هعمل له فيديو مخصوص للمره الثانيه او الثالثه، لان نزلت مرتين على الفيسبوك ومره على اليوتيوب. اعملوا تطبيق لنادي الزمالك لبث مباريات نادي الزمالك المحليه والافريقيه والدوليه، يعني اي حاجه، واعملوا اهداف وتحاليل والكلام ده كله. عايزين نتفرج، عايزين ننفع النادي، واعملوه باشتراك شهري. داخل مصر اعملوه
بتمن يعني قليل. للناس اللي خارج مصر سواء في الدول العربيه او في الدول الاجنبيه، اعملوه عالي شويه عشان بيبقى الدخل بالدولار واعلى من الجنيه المصري وكده يعني. اعملوا ويب سايت للزمالك نشتري تيشيرتاتنا من عليه، تيشيرتات الزمالك، كفرات موبايل، بندات ساعه، سلاسل، حزازات، اعلام. اعملوا ويب سايت خاص بالزمالك. الكلام ده يا جدعان بديهي جدا. الكلام ده بيتعمل من بروجرامر، هتديله فلوس قد كده هيظبط لك الكلام ويعمل لك حاجه تليق باسم نادي الزمالك. مش هتكلفك حاجه، بدل ما نخش ننفع حد تاني اروح انا لشركه تحط لي صوره الزمالك على الموبايل على الكفر، اتفرج على بث مباشر لمباراه الزمالك في قناه تبع برزنتيشن بتاع اخده بس، يعني قناه على اليوتيوب اخده البث بتاع الدوري المصري وقناه الزمالك مش. طب انا ليه يعني اتفرج على القناه دي؟ ليه يعني هم يستنفعوا والزمالك ما يستنفعش؟ احنا عايزين ننفع الزمالك حتى لو بحاجه قليله، اشتراك اسبوعي، اشتراك شهري. اعملوا يا عم للناس اللي في مصر حتى ب 10 جنيه في الاسبوع، ب 20 جنيه في الشهر، حاجه زي كده يعني. بدل ما تطلع مثلا مش عارف تقول النادي في ازمه، اعمل حاجات تخلي الناس تدعمك. ونادي الزمالك ما شاء الله يعني جماهيره في مصر وبره مصر سواء في الوطن العربي او في جميع انحاء العالم بالملايين. بعمله صعبه هتدفع لك اشتراك على التطبيق، إيه باي ثمن بقى. انتوا بقى بدراسات جدوى بقى وحاجات ماليه واقتصاد وتسويق واعلان والكلام ده يعني ما نعرفوش، مش في مجالنا. ولكن بنقول لكم الفكره. إيه وبرضه هفضل اطلع اقولها برضه ان شاء الله، لان دي حاجه مهمه لازم تحصل. ممكن ما تكونش وقتها دلوقتي بس لازم تتحط في الحسبان ان شاء الله. اسف طولت على حضراتكم، واسف لو الصوره مع يعني بايظه شويه كده بس عشان في عندي ظروف. طبعا شكرا على الدعم بالذات على الفيسبوك. الفيسبوك الصراحه يعني الناس محترمه. انا كنت بخاف من الفيسبوك الاول، الناس كلها كانت بتدخل تشتم وبتاع مش عارف، بس الناس محترمه جدا على الفيس. اليوتيوب الدعم قليل ولكن يعني بتيجي واحده واحده برضو بنجمع ناس محترمه. شكرا على الدعم جدا. بس هو ده اللي كان عندنا النهارده. وبرضو الزمالك في حاجات جديده كل شويه، لو في برضو حاجه برضو تستاهل ان احنا نطلع نتكلم معاها على حضراتكم ونفكر فيها بتفكير منطقي. وزي ما قلت في اول الفيديو برضو بياناتنا نظرياتنا والكلام ده واحنا بنفكر مع بعض. وبرضه حاجه يعني كويسه ان مثلا انا بتفرج على ده بيقول راي وده بيقول راي وده بيقول راي عشان اكون انا رايي من نفسي. انا اسف بس في اللفظ اللي هقوله، يعني مش هنبقى بغبغانات اي حد بيقول حاجه نطلع نقول نفس الكلام او نتفرج على نفس الكلام كل شويه. ربنا مدينا عقل، نعرف نفكر بالمنطق، نعرف لما نستقبل كلام نعرف الكلام ده ايه مغزاه، ايه محتوى الكلام كده يعني. شكرا لحضراتكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، وان شاء الله الزمالك يعدي من الازمه اللي هو فيها. وكل التوفيق طبعا لفريق كره اليد الكوماندوس رجاله، وان شاء الله هيجيبوا البطوله بامر الله من غير سوء. بس كده، الحمد لله رب العالمين. كان معاكم بورتامنتو. سلام.